السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهارده ان شاء الله هعمل لكم صينيه جلاش بقلاوه باسهل واسرع ما يمكن. والله ما كملت 3 4 دقايق ودخلتها الفرن، لانه عملت يعني قسمت لفه الجلاش لجزئين، قسمين. قسم حطيته تحت، اديني بشرح لكم عشان ما تشوفوش الفيديو. ونعمل الأول الشربات. طيب الشربات عبارة عن كوباية ونص مية، وكوباية ونص سكر، أسفة كوباية ونص. هنا زاد مني شوية فهرجعهم. كوباية ونص سكر وكوباية مية. دي أول حاجة بنعملها، ونحطها على النار ونعصر عليها نص ليمونة، ونسيبها على النار لما تغلي. نوطي النار ونسيبها تغلي كده، بعد يعني نسيبها 5 دقايق بعد الغليان، ونكون موطين بقى النار ونطفي عليها، لانه المفروض الشربات يبقى او السيرب يبقى دافي، واول جلاش ما يطلع نسقيه. هنا انا بحب الحقيقه الجلاش بحبه قوي بالفول السوداني، فهعمل خلطه فول سوداني مع لوز اللي هو العين الجمل. هنجرشه بس جرش كده في الكبه الصغنونه الحلوه دي، اثريه. نجرش برضو عين الجمل اللي هو الجوز. احنا طبعا مش هنطحنه قوي، يبقى مجرد جرش كده، يبقى لا هو ناعم ولا هو طبعا سخن. في الوقت ده بكون مشغله الفرن على 170 او حراره وسط. هحط على الفول السوداني والجوز معلقه قرفه ومعلقتين سكر، ونقلبهم كويس. هنا ان عندي بقى لفه الجلاش زي ما بقول لكم، هنقسمها نصين نصين زي ما هي كده، يعني مش هنقطعها، لا هاخد نص الطبقات اهو زي ما انا بعمل كده، والنص التاني زي ما هو احطه في الصينيه بتاعتي، الصينيه مربعه. انا بس هنا بخليه مظبوط، او حطيته في الصينيه زي ما هو، لا دهنت ورقه ورقه ولا حاجه، كده اسهل ما يمكن. وهتشوفوه بعد كده يطلع من الفرن ان شاء الله مورق وجميل. حطيت بعد كده بقى المكسرات هنا، وبعدين اهو حطيت المجموعة التانية، النص التاني اهو، النص التاني من ورق الجلاش. هجيب بقى كده بطرف سباتيولا، وابتدي ارفع الطرف، وشايفين بعمل ايه؟ الزيادة بدخلها من جوه، يعني برفع طرف الطبقات واروح تانياها لجوه، علشان تحمي المكسرات ان هي ما تتحرقش في الفرن. بعمل 4 جوانب واظبط الدنيا. شايفين؟ ما فيش اسهل من كده، يعني اللي عمرها ما عملت جلاش هتعمل صينية جلاش في منتهى الجمال. بس هو الحقيقة هنا طبعا التقطيع زي ما انت عايزة. الحلويات الشرقية بتاعتنا اي حد يقدر يعملها، بس الفرق بقى بين حد والتاني هو السمنة. بصراحة الحلويات الشرقية بتاعتنا لازم سمنة بلدي، هي اللي بتدي النكهة الجميلة للحلويات بتاعتنا. لكن طبعا لو مش متوفر السمن البلدي مفيش مشكلة، اعملي بالسمن اللي انت عاوزاه. انا هنا عملت كوباية سمنة سيحتها بلدي، هي بقري الحقيقة، مع ربع كوباية زيت، سيحتهم وسقيت بيهم. اوعي تتخيلي ان الكمية دي كبيرة، بصي والله شربتها كلها، مش كبيرة ولا حاجة. هو الحلويات الشرقية كده بتعوز تشرب سمن كتير. اول ما تطلع بسقيها بالشربات، هيكون هنا طبعا بقى دافي، بس مجرد ما تطلع من الفرن بنسقيها. بس ادي صينية الجلاش، اسهل من كده مفيش. يا ريت بقى تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده منكم، واللي ما اشتركتش تشترك،
اهو مورقة وزي الفل في منتهى الجمال، حلوة جدا جدا وبألف هنا.